بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في الأكاديمية العلمية في دروس كتاب التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نتواصل معكم أيها الأحبة في هذه السلسلة المباركة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في مطلع هذا الدرس المبارك أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة قسم العقيدة. نرحب به في مطلع هذه الحلقة، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. فحياكم الله فضيلة الشيخ عبد الرزاق. حياكم الله أخ عبد الرحمن، وأهلا ومرحبا بالإخوة الحاضرون معنا هنا، وبجميع المتابعين لهذا الدرس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله درس خير وبركة وعلم نافع وهداية إلى سواء السبيل. وبادئ ذي بدء أحيي الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بارك الله فيكم شيخ. أيضا أيها الأحبة نرحب بالإخوة الكرام الذين حضروا للاستديو وسيشاركوننا في إثراء هذه الحلقة. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما نرحب بطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى سيكون خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن يوم السبت القادم بإذن الله تعالى سيكون آخر دروس الأكاديمية العلمية ما قبل موسم الحج، وسنعاود بإذن الله تعالى بعد موسم الحج. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم. سنعاود البدء في دروس الأكاديمية العلمية. نرحب بكم أيها الأحبة وبتواصلكم من خلال الموقع الخاص بالأكاديمية www.islamacademy.net، وكذلك نرحب باتصالاتكم عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونطلب من الشيخ عبد الرزاق أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. فتفضل شيخنا مشكورين مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة، نواصل مع هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع أبوابه الماتعة النافعة التي تمس الحاجة إلى دراستها والعناية بها ورعايتها فهما وعملا وتطبيقا. ووصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى باب يتعلق بالتبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. وقد عقد الإمام رحمه الله في هذا ترجمة نافعة بين فيها من خلال أدلة القرآن والسنة حكم التبرك وما يترتب عليه من المفاسد والأخطار التي تضر بعقائد الناس وأديانهم، والتي تبعدهم عن الصلة بربهم جل وعلا وخالقهم. فنستمع أولا إلى تقريره رحمه الله، ثم يأتي بعد ذلك التعليق على ذلك بما ييسره الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما
وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي قال قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. من هنا اسم شرط، ومن المعلوم أنه يحتاج إلى جواب، والجواب هنا محذوف للعلم به، وسيأتي في الأدلة ما يكون جوابا لهذا الاسم، اسم الشرط المبدوء بهذه الترجمة. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، وحدث جواب الشرط للعلم به ولما سيأتي في الأدلة من بيانه، ألا وهو أنه فقد أشرك. جواب الشرط فقد أشرك، من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك، لأن هذا العمل الذي هو التبرك بالشجر والحجر ونحوهما هذا من أعمال الجاهلية ومن الأعمال الشركية، كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه. ويحتمل أن تكون من موصولة بمعنى الذي، فيكون الباب باب حكم الذي يتبرك بالشجر والحجر ونحوهما، أي أن حكمه الشرك أو أنه مشرك، على ما سيأتي بيان ذلك في الأدلة. والتبرك هو طلب البركة، طلب البركة، والبركة لا تطلب إلا ممن بيده أزمة الأمور والتصرف في هذا الكون، الخالق له والموجد لجميع الكائنات، المدبر المسخر، هو الذي تطلب البركة منه لا من غيره. ولهذا قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي الله جل وعلا. فالبركة من الله ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وطلبها من غيره أيا كان صرف عبادة لغير المستحق، صرف عبادة لغير المستحق وهو الله سبحانه وتعالى. فمن طلب البركة وطلب لنفسه حصولها من غير الله تبارك وتعالى فقد اتخذ هذا الغير شريكا لله عز وجل. والبركة هي النماء والزيادة، حصول الخير ونماؤه وزيادته وثباته، وهذا كله إلى الله سبحانه وتعالى، هو من الله وإلى الله. ولا يطلب حصول الخير ولا دوام الخير ولا ثبات الخير إلا من الله جل وعلا، الذي بيده الخير سبحانه وتعالى، الذي هو على كل شيء قدير. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، هو الذي يطلب منه ذلك، لا يطلب من غيره. والمصنف رحمه الله قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وهذا فيه إشارة أن ما يفعله الناس من تبرك يكون بأشياء كثيرة جدا، أشار إلى أشهرهما وهو الشجر والحجر، وإلا فإن التبرك يكون من الناس بأشياء كثيرة، بالأشجار والأحجار والمغارات والكهوف والقباب والأضرحة وأشياء كثيرة جدا يتعلق الناس أو تتعلق قلوب الناس أو قلوب الجهال بها، ويبحثون عن البركة أو يطلبون البركة لأنفسهم من جهتها.
وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن البركة لا تطلب إلا منه، وكل ما يطلب الناس من جهته البركة غير الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا، لا يملك عطاء ولا نفعا، ولا يملك رفعا ولا دفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، لا يملك شيئا. فكيف تطلب البركة ممن لا يملك شيئا، ولا تطلب من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أين العقول؟ يترك طلب البركة، تطلب البركة ممن لا يملك شيئا، حجر أو شجر أو زاوية أو كهف أو مغارة أيا كان، تطلب منها البركة وهي لا تملك شيئا، لا بيدها عطاء ولا منع ولا دفع ولا رفع ولا أي شيء، وتطلب منها البركة، ولا تطلب من الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا عين الضلال ومنتهى السفة والعياذ بالله ونهاية الغي. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني يذهب العقل في أودية السفة والضياع والضلال والعماية والغواية عندما يتعلق بهذه الأشياء طالبا منها البركة، ولا يتجه إلى الخالق الجليل والرب العظيم والمدبر المسخر الذي بيده ذمة الأمور سبحانه وتعالى. قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي من المغارات والزوايا والكهوف والأضرحة والقباب إلى غير ذلك مما يتجه إليها الجهال والضلال فيطلبون أو يلتمسون البركة من جهتها. ثم كعادته المصنف رحمه الله يسوق الأدلة التي تشهد للترجمة وتدل عليها. فبدأ أول ما بدأ بإيراد قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم ما أنزل الله بها من سلطان. فساق هذه الآيات المباركة رحمه الله ليستدل بها على بطلان هذا العمل وفساده وضلال فاعله ومخالفته لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة التي ذكرت في الآية، اللات والعزى ومناة، هذه معبودات كان يعبدها المشركون، ومن إمعانهم في الضلال وإمعانهم في الغواية جعلوا أو اشتقوا لهذه المعبودات، اشتقوا لها من أسماء الله جل وعلا. فاللات اشتقوا اسمه من الإله، ومناة من المنان، وعزى من العزيز، فاشتقوا لهذه المعبودات وهذه الأوثان والأصنام التي يعبدونها، اشتقوا لها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإلحاد، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا إلحاد، من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للأوثان والأصنام أسماء هي من أسماء الله جل وعلا. وإذا تأملنا في هذه الثلاثة، اللات والعزى ومناة، ما حقيقتها؟ اللات قرئت بالتخفيف، تخفيف التاء وتشديدها، اللات واللات من اللت وهو العجم، فعلى قراءة التخفيف
اللات اسم صنم مشتق من الإله كما مر، واللات بتشديد التاء هذا رجل كان يلت السويق أي يعجنه ويقدمه للحجاج، فهو يقوم بعمل نافع، عمل مفيد، الناس يشكرونه عليه ويثنون عليه به، فكان يلت يعجن السويق ويقدمه للحجاج. فلما مات عبدوه من دون الله، وأصبح صنم من الأصنام الكبيرة الشهيرة بين المشركين. وعزى هذا اسم شجرة كانت بين المدينة والطائف، كانت الجاهلية يعظمونها ويعبدونها ويصرفون لها أنواعا من العبادة، حتى قال أبو سفيان في معركة أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فكان المسلمون يقولون: الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه شجرة كانت تعظم في الجاهلية وتقصد للعبادة، للذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وطلب البركة إلى غير ذلك. ومنات أيضا صنم كان في منطقة قديد بين المدينة ومكة، وكانت الأوس والخزرج يحرمون منها بالحج. فهذه 3 أصنام، وخصت بالذكر في هذه الآية من بين سائر الأصنام كثيرة. كان عند البيت وحول البيت 360 صنم كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم الفتح، فتح مكة، وكان يقرأ: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسرها عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الفتح أرسل خالد ابن الوليد ليقطع الشجرة تلك التي يقال لها العزى، وأرسل علي بن أبي طالب ليهدم منات، وفعلوا ذلك. فهدم عليه الصلاة والسلام الباطل وقوض أركان الضلال، وارتفعت راية التوحيد وعلى سلامه ودحض الباطل. لاحظ معي هنا أن العزى شجرة، ومنات واللات صنم أو مكان لرجل صالح، حجر، حتى قيل أنه نفس الحجر الذي كان يلت عليه السويق أصبح يعبد ويتبرك به. فإذا الله جل وعلا يقول: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عنها، اللات والعزى ومنات، أخبروني عنها، هل هي تملك شيئا؟ والمشرك في الجاهلية إذا سئل عن هذه الأصنام التي يعبدها، هل هي تملك لك حياة موتا؟ هل هي تملك لك نفعا أو ضرا؟ ماذا يجيب؟ بماذا يجيب؟ يقول: لا تملك. وإذا سئل من الذي يملك ذلك كله يقول: الله. وهذا في القرآن في مواضع كثيرة تدل على أن المشركين يقرون بأن هذه الأصنام لا تملك. حتى في التلبية التي سبق أن أشرنا إليها، تلبيتهم في الجاهلية، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم يعتقدون أنها هي لا تملك شيئا. فهذا الذي هم يعتقدونه ويقرون به أنها لا تملك شيئا هو في الحقيقة دليل عليهم في إبطال تعلقهم بها. إذا كانت لا تملك شيئا وأنتم تقرون بذلك، فلماذا تتعلقون بها وتطلبون من جهتها البركة؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عنها، هل هي تملك عطاء، منعا، خفضا، رفعا،
حياة موتا نشورا؟ الجواب يقولون لا. إذن لماذا تتعلقون بها؟ ولماذا تطلبون البركة من جهتها وهي لا تملك شيئا؟ وأؤكد مرة ثانية نلاحظ أن اللات هذا صخرة وعزى شجرة، والمؤلف يقول من تبرك بشجر أو حجر فقد أشرك، لأن هذا هو عين فعل الجاهلية الذي ذمهم الله عليه وأبطله بالآيات والدلائل الكثيرة في كتابه العزيز. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى أي جائرة. ثم تأمل حقيقة هذه الأصنام، حقيقتها ما هي؟ قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هي في الحقيقة إما شجرة من جنس الأشجار المعروفة أو حجر من أيضا الأحجار. الذي حدث أنه أعطي اسم، عظم وأعطي اسم وتعلق به طلبا للبركة وطلبا للعافية وطلبا للصحة إلى غير ذلك، وإلا هو في حقيقة حجر أو شجرة أعطي اسما إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أود أن كل واحد منا يقف هنا حتى يستفيد فائدة عظيمة جدا في إبطال الباطل وهدم الضلال. ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من حجة، لأن السلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن عندها تسلط على العقول والقلوب، ما يستطيع العقل أو القلب أن يمتنع، لأن الحجة تسلطت عليه، فأصبحت لا مجال له أن يقول شيئا أو يدفع. الحجة واضحة فلها تسلط، ولهذا سميت الحجة سلطان لأنها لها تسلط. ما أنزل الله بها من سلطان. هنا من هذه الآية نأخذ فائدة ثمينة جدا للغاية، بل نأخذ منها قاعدة متينة لرد كل باطل. نأخذ منها قاعدة وأصل عظيم لرد كل باطل. كل عقيدة لم ينزل بها سلطان فهي إيش؟ باطلة. لماذا؟ لأن الاعتقاد لمن؟ الاعتقاد لمن؟ لرب العالمين، هو الذي خلق وهو الذي يأمر خلقه أن يؤمنوا بما شاء، والأمر له جل وعلا. هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي يحكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فأي عقيدة لم ينزل بها سلطان من الله سبحانه وتعالى فهي باطلة، ويطالب كل صاحب عقيدة أن يأتي عليها بسلطان أي حجة منزلة من رب العالمين. وعلى ضوء هذه الآية نستطيع أن نقسم عقائد الناس إلى قسمين. عقائد الموجودة بين الناس نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول عقيدة نازلة، والقسم الثاني عقيدة نابتة. عقيدة نازلة هي نزلت من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهي عقيدة نازلة أي من الله جل وعلا، لأنه هو سبحانه وتعالى الخالق، والأمر له، الحكم له، الحكم الكوني، الحكم القدري الكوني، والحكم الشرعي الديني لله جل وعلا. والقسم الثاني من العقائد العقائد الإيش؟ النابتة. وكيف تميز بين العقيدة النازلة والنابتة؟ إذا كان على العقيدة دليل من الكتاب والسنة فهي عقيدة صحيحة نازلة، وإذا لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة فهي عقيدة نابتة باطلة. وهذه فائدة ثمينة جدا نأخذها من هذه الآية.
إن الحكم إلا لله أمر نأخذها من هذه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يوسف عليه السلام قال لصاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا سلاح قوي، والأنبياء عليهم السلام استعملوه في إبطال الضلالات الموجودة بين الناس. ولهذا نستخلص هنا قاعدة ثمينة ومفيدة لكل مسلم، وهي أن كل عقيدة لم ينزل بها سلطان فهي عقيدة نابتة، يعني مخترعة أنشأها الناس. كل عقيدة مخترعة ومحدثة فهي عقيدة باطلة مردودة على صاحبها أيا كان. وأذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له في هذا الباب كلمة عظيمة جدا قالها عندما وقعت بينه وبين بعض المتكلمين مناظرة في العقيدة. قال لهم ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله، يعني اعتقاد حكم الله جل وعلا، هو الذي يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء. ليس لأحد أنه ينشئ اعتقاد يتكلفه من قبل نفسه. والله تعالى يقول قتل الخراصون. العقائد النابتة التي لم ينزل بها سلطان من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ يعني ما هو سبب نشأتها؟ الجواب في الآية. الله جل وعلا قال ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا العلماء أيضا استخلصوا أيضا فائدة مهمة هنا. قالوا إن العقائد الفاسدة تنشأ عن أمرين: إما فساد في العقل التصور، أو فساد في الإرادة، إرادة الإنسان. فساد العقل يكون به اتباع الظن، وفساد الإرادة يكون به اتباع ما تهوى الأنفس. إرادة فاسدة فيتبع الذي تهواه نفسه، وذاك حصل له فساد في عقله فيتبع الظن. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى جاءهم بالوحي الذي نزل على الأنبياء، النور، الحق، الهدى جاءهم بهذا الوحي. لكن بسبب فساد العقل أو فساد الإرادة أو فسادهما معا، العقل والإرادة، يصبح الإنسان على عقيدة فاسدة والعياذ بالله. نأخذ فائدة هنا مهمة في بابنا وموضوعنا، أن هذه التعلقات الباطلة بالأحجار والأشجار والقباب والأضرحة وغيرها، المغارات والكهوف وغيرها، هذه الاعتقادات والتعلقات ليس عليها سلطان، ليس عليها حجة، وهي في الحقيقة اتباع لماذا؟ للظن وما تهوى الأنفس. ليس هناك حجة. اتباع للظن بسبب فساد العقل، واتباع لما تهوى الأنفس بسبب فساد الإرادة، أو بسبب فساد الأمرين. ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن ذلك ويقبل على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منهما الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بعيدا عن هذه الانحرافات. الشاهد من هذا السياق المبارك في سورة النجم إبطال التبرك بالأشجار والأحجار، وأنه من الشرك الذي أبطله الله في القرآن، وذم فعله وفاعليه وأنكر عليهم، وبين أنه لا حجة لهم عليه ولا سلطان. وفي أي وقت وفي أي مكان وبأي شكل وقع هذا التبرك بهذه الأشياء الحكم واحد. الحكم واحد. الذي يتبرك بشجر
أو يتبرك بحجر أو يتبرك بقبر أو يتبرك بكهف أو يتبرك بمغارة أو أيا كان الذي يطلب البركة من جهة هذه الأشياء وقع في هذا المحذور. وعندما يذهب العلم ونوره وتذهب البصيرة في دين الله ويصبح الناس يعني في ظلمات الجهل يتهافتون على أشياء حتى إن أشكال يعني تقع مؤسفة ومزرية جدا. أحيانا في بعض الأماكن أحد الناس يمر على مكان فيمسح يده عليه ثم يأتي عشرات وراء مجرد ما رأوا شخص مسح يده في هذا المكان يقول إذن هذا المكان فيه بركة وتطلب من البركة، فيبدأ يمسح وبعضهم يخلع عمامته ويغرف بها غرفا البركة ويخلع أيضا طاقيته ويعبئها من البركة، لا يفوته البركة التي في هذا المكان. مجرد ما أن يرى شخص، هل هؤلاء تبصروا أم أنهم في الحقيقة كما قال الله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس؟ هذا يبين لنا الواقع المؤسف لكثير من الناس وسفه العقول في هذا الباب، ويتركون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعضهم عندما تتلى عليه هذه الآيات يقول هذه الآيات في كفار قريش. وهل الذي ذمها الله عز وجل في كفار قريش وأفعالهم حلا لغيرهم إذا كان يفعل نفس العمل؟ الله يقول في القرآن كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. هل الكفر واحد، الشرك واحد، وقع من أي إنسان كان، وهو مذموم في كل وقت. ومر معنا عند المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، وأورد فيه من الدلائل والبراهين والحجج والبينات ما يكفي في هذا الباب. وسيأتي أيضا الباب عند المصنف أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فمثل هذه الأمور يجب الإنسان أن يكون على حذر منها. وعندما يقرأ الآيات التي تذم الشرك لا يقول ما لي علاقة في هذه الآيات ولا تعنيني، لا تعنيك، لأن الله عز وجل لم يذكرها لك مجرد معلومات تقف عليها، وإنما ذكرها لك حتى تحذر وتبتعد وتجانب الذي كان عليه أولئك. لم يذكرها لك لمجرد معلومات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ففيها عبرة وفيها عظة. أما أن يقرأها ويقول هذه لا تخصنا ولا تعنينا هذا غير صحيح. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يعني ساق هذا السياق المبارك في إبطال هذا العمل، ومن يتأمله ويقرأ كلام المفسرين عليه يقف على حقيقة الأمر وبينته واضحة من كلام ربنا سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم أورد المصنف هذا الحديث وهو في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. والحديث للمتأمل واضح في الدلالة على مقصود الترجمة: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي فقد أشرك. والحديث واضح جدا في الباب. أبو واقد الليثي يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكنا حدث عهد بكفر.
أي أنهم أسلموا حديثا. ومن أسلم حديثا لا يكون عنده الوضوح الكافي في أمور الإسلام، وربما أيضا تبقى معه بعض الرواسب التي من الأمور التي كان عليها في جاهليته قبل إسلامه. ولهذا يعتذر ويبين السبب. أبو واقد يقول كنا حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامنا حديث ودخولنا في الإسلام حديث. ومن دخل في شيء جديد لا يكون علمه بها بتفاصيله مثل علم غيره. ولهذا الحديث يدل أن هذه المسألة التي خفيت على هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بكفر لم تخفى على الآخرين. ليس الكل قال هذا، وإنما الذي قال هذا فقط هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بكفر. أما الآخرون لا يقولون ذلك، لأنهم راسخون وعرفوا الإيمان وعرفوا حقيقته، فلا يقولون مثل هذا. فهو يبين السبب، يبين سبب هذه المقولة أنهم حدثاء عهد بكفر، أي أن إسلامهم جديد. فيقول مررنا بسدرة، شجرة، والسدر نوع من الشجر، شجرة كبيرة كانت للمشركين. مررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، وهم في طريقهم مروا بهذه الشجرة. والشجرة من شأنها أنها متخذة للتبرك، اتخذها المشركون للتبرك. فماذا يصنعون؟ ذكر أمرين، قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعكفون عندها العكوف المكث الطويل، لا يمكث في المكان طويلا يرتجي منه البركة، وربما يلصق صدره بالبقعة التي يطلب منها البركة، وربما يمسح يده عليها ليطلب منها البركة، ربما أنه يمسح بها ثيابه أو أشياء من بدنه يطلب منها البركة. فهم كانوا يفعلون هذا الأمر، يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة. لماذا يعلقون الأسلحة؟ حتى يبارك في الأسلحة، حتى تحصل من هذه الشجرة مباركة لهذه الأسلحة. وإلا مجرد تعليق السلاح على مكان أو في موضع، مجرد التعليق لا شيء فيه ولا يذم، لكن هم يعلقونها لأنهم يطلبون من جهتها بركة لذواتهم وبركة لأسلحتهم. فهم يعكفون طلبا للبركة، والأسلحة تعلق على تلك الشجرة طلبا للبركة. وهؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر لما رأوا هذا الأمر قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خصص لنا شجرة مثلهم نصنع عندها مثل ما يصنعون ونفعل عندها مثل ما يفعلون، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لاحظ هنا معي فائدة مهمة، قولهم اجعل لنا، هذا ماذا تستفيدون منه؟ اجعل لنا ماذا تستفيدون منه؟ في حقيقة فائدة مهمة جدا، أن هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر لما أسلموا اقتنعوا أن أمور الإسلام لابد أن تكون جاء بها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما باشروا الأمر مباشرة ولا فعلوا مباشرة، اتخذوا ذات أنواط، قالوا اجعل لنا. فإذا قولهم اجعل لنا هذا يدل على أنه متقرر عندهم أنه لا يشرع شيء أو يفعل شيء
إلا إذا كان رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام جاء بتقريره، ولهذا قالوا اجعل لنا. ولو كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك كان مباشرة هم يتخذون ويتبركون، لكنهم لم يفعلوا، قالوا اجعل لنا. ولما كانت هذه وجهتهم وهذا مسلكهم وفقوا للسداد، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر لهم وبين لهم أن هذا العمل من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين، وانتهوا عن الأمر. انتهوا عن الأمر لأنهم سلكوا المسلك الصحيح. وهذا حقيقة نأخذ من فائدة أن يجب على الجميع كل الأمور ترد إلى الكتاب والسنة. هذا نأخذ من قولهم اجعل لنا ذات أنواط، ترد إلى الكتاب والسنة. إذا كان الكتاب والسنة فيهما دليل على ذلك يفعل، وإلا يترك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته صلوات الله والسلام عليه. قالوا اجعل لنا ذات أنواط. لماذا طلبوا ذات أنواط؟ إيش مقصودهم؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي نفعل عندها مثل ما يفعلون. هؤلاء من الصحابة وهم حدثاء عهد بإسلام، وخفي عليهم، وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويمشون معه، لكنهم لكونهم حدثاء عهد بإسلام وحدثاء عهد بكفر خفي عليهم الأمر. إذا كان هؤلاء خفي عليهم ألا يخفى على غيرهم ممن بعد عهده بالعلم وبالرسالة يخفى على غيرهم من باب أولى. إذا كان هؤلاء خفي عليهم الأمر وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يدل هذا على أن غيرهم أيضا يخفى عليه إذا كان ابتعد عن الوحي وعن الكتاب وعن السنة. وهذا يفسر لكم أسباب الضلال العريض الذي يقع فيه الناس. هو ماذا؟ البعد عن المصدر والمنبع الصافي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر، وفي رواية قال سبحان الله، يعني أنزه الله، لأن هذا الذي قلتموه وهذا الذي طلبتموه وأردتم هذا أمر ينزه الله عنه، لأن هذا شرك، والله ينزه عن ذلك. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنزه الله. فلما قالوا هذه المقالة نزه النبي ربه سبحانه وتعالى بالتسبيح، قال سبحان الله، أي أنزه الله عن ذلك، تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك. ثم قال لهم مبينا ومعلما وموجها، قال قلتم والذي نفسي بيده، ويقسم على ذلك بالله. وهذا الحلف في التعليم والحلف في الفتوى لتأكيد المقام وتبيانه. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني مقولتكم هذه مماثلة لمقولة أولئك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأنتم رأيتم هؤلاء يعكفون على هذه الشجرة وينوطون بها أسلحتهم وطلبتم مثلهم. فالصحابة هؤلاء تبين لهم الأمر وعرفوا الحقيقة وانتهوا. وهذا أيضا نستفيد منه فائدة مهمة، ألا وهي أن مسؤولية الدعاة ومسؤولية الدعاة وواجبهم نحو الناس عظيمة جدا. لأن كثير من الناس تجده يقع في هذه الأشياء، أحيانا يقع فيها من شدة رغبته في الخير، من شدة رغبته في الخير وحرص على الخير، لكنه لما لم يكن عنده علم وبصيرة ودراية وقع في هذه المنزلقات. فإذا ما بين له الأمر ووضح له الحكم رجع بإذن الله سبحانه وتعالى.
أضرب مثال على ذلك. أذكر مرة من سنوات كان إلى جنبي رجل، وكنا في مسجد، صلينا المغرب وجلسنا، أنا كنت جالس وأنا لا أعرفه، جالس إلى جنبي من إحدى الدول، وماد يديه ويدعو. حقيقة دعائه أثر فيه، لأني لا أسمع ألفاظه في الدعاء، لكنني أسمع بكاءه، يبكي وخاشع جدا في بكاءه، فأثر في خشوعه وبكاءه. ثم رفع صوته في الدعاء، وإذا به يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله: مدد يا رسول الله، ألحقني يا رسول الله، وماد يديه ويدعو. أنا كنت متأثر به فتأثرت له، كنت متأثر به، خاشع الرجل. ثم تبين ان خشوعه في دعاء غير الله سبحانه وتعالى: مدد يا رسول، أدركني يا رسول الله أنا. فحقيقة تدرجت معه في الكلام، وأخذت أتلطف معه وأسأل عن صحته وعن أولاده وعن أهل بيته وعن كذا أمور. ثم قلت له: الدعاء عظيم ومكانته عظيمة، والحاجة إليه شديدة، والدعاء مفتاح كل خير. وأخذت أذكر له فضل الدعاء، ثم بدأت أسوق له الآيات التي فيها بطلان صرف الدعاء لغير الله، وذكرت له آيات كثيرة جدا وأحاديث، مثل قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى غيرها من الآيات، وذكرت بعض الأحاديث. فأحببت بعد أن انتهيت أحببت أن أطمئن هل فهم استوعب أو لا، فقلت له: إيش رأيك في الكلام هذا؟ قال لي: تقول لي إيش رأيك بهذا اللفظ، تقول لي إيش رأيك، هذه آيات وأحاديث تعرضها علي وتقول لي إيش رأيك؟ يعني هذا ما في رأي لأحد، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأحبيت أني أطمئن أكثر هل فهم وإلا لا. قلت له: معليش، يعني أنا سمعتك تدعو الرسول، وأينك من هذه الآيات وهذه الأحاديث وهي واضحة، أليست خلاف العمل الذي أنت تفعله؟ فماذا قال؟ قال لي: أنا من بلد كذا، سماني بلده، ما أحد قال لي الكلام هذا، أنا من بلد سماني بلده، قال ما أحد قال لي هذا الكلام، يعني كلام واضح. فإذا الناس كثير منهم في الغالب قريبين، لكن يحتاجون أن يبين لهم. فهؤلاء الذين يتعلقون بقباب أو بأشجار، أو لو قرأت عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث وبينت لهم ووضحت، فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يرجعون. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي الضلال عن الحق إلى سواء السبيل، وأن يبصرهم بدينه، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياهم من الشيطان الرجيم، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخ عبد الرزاق على هذا الشرح المتميز، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة المشاهدون، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعاود بعده بإذن الله تعالى هذا الشرح المبارك، ونذكركم بأننا سنتواصل أيضا معكم عبر الهواتف في تلقي أسئلتكم، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، في تواصل لنا معكم في هذا الدرس المبارك. نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ عبد الرزاق خير الجزاء. ونرحب بالشيخ عبد الرزاق مرة أخرى، حياكم الله شيخنا. حياك الله يا أخي عبد الرحمن، ومرحبا بك وبكل متابع معنا. الله يبارك فيكم شيخنا. شيخنا الكريم، حقيقة أحد الأخوة يسأل عن تقبيل الحجر الأسود والركن اليماني، نعم. وهل هناك فرق بين التقبيل والتقديس والتبرك بهما؟ أحسنت. فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، على ضوء درس اليوم وما سمعناه، ما هو تقبيل الحجر الأسود وما المراد به؟ والجواب على ذلك نجده في كلمة
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشهيرة التي أعلنها في وسط الحجاج حتى يعوا الأمر على حقيقته ويتبينوه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود ثم قال وأسمع الناس، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن لماذا؟ قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل المسلمين للحجر الأسود ليس طلبا منهم للبركة من جهته، واستلامهم للركن اليماني ليس طلبا للبركة من جهته، وإنما هو اتباع واقتداء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد لله والطواعية له والامتثال لأمره. الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فطاف عليه الصلاة والسلام حول البيت 7 أشواط طواعية وامتثالا وتذللا وانكسارا لله سبحانه وتعالى. وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني هو عبادة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى فيما أمر، وليس هو طلب للبركة من جهته. البركة تطلب من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب إلا منه. الشفاء والعافية والصحة والنماء والزيادة والخير كل هذا لا يطلب إلا من الله. فإذا الجواب على هذا السؤال هو في كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء في رواية منكرة باطلة لا تصح أن عليا قال رضي الله عنه أن عليا قال له بل هو يضر وينفع، وهذه كما بين الحافظ في فتح الباري وغيره من أهل العلم أنها باطلة لا تصح، يعني رواية لا تصح منكرة وسندها أيضا غير مستقيم. نعم. نعم شيخنا، بعد إذنكم شيخنا نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية إن أنتم لنا. نعم معنا الأخ إبراهيم من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ الله يطول عمرك. عساك طيب إن شاء الله. الله يسلمك. تفضل أخ إبراهيم. الله يعينك يا شيخ. فيه الباب الأول فيه سؤال عن في حديث معاذ بن جبل، في كيف نستدلنا أن عرق الحمار طاهر؟ هل هناك دلالة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مثلا طبع العرق الحمار في ملابسه صلى الله عليه وسلم مثلا ونزل من الحمار وصلى، وهناك دلالة استدلنا من خلال الحديث أن العرق الحمار طاهر، وهل الحمار يعني هو في أساسه نجس؟ فكيف يعني في لو سمحت توضيح يا شيخ مثل المسألة الله يجزاك. الروث. عفوا أعد السؤال لو سمحت. أقول يا شيخ أقول كيف استدلنا من حديث معاذ بن جبل في الباب الأول أن عرق الحمار طاهر؟ يعني هل هناك دلالة واضحة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مثلا طبع العرق حق عرق الحمار؟ أيوة. أي هل هناك دلالة واضحة استدلنا من خلال حديث أن العرق الحمار طاهر مع أن الحمار نجس أو من ناحية اللحم؟ واضح يا أخ إبراهيم، شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. نعم شيخنا الكريم. المسألة هذه ما أذكر أننا تطرقنا لها فيما يتعلق بالباب الأول حديث معاذ، لكن لا بأس يعني وقد طرح الأخ السؤال. معاذ يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار والصحابة يركبونه ويباشر عرقه أجسادهم، وكان يأتي إلى المسجد ويباشر الصلاة بثيابه التي باشر بها ركوب الحمار، فعرقه طاهر وملامسة البدن له طاهر، وهذا من الأدلة الدالة على ذلك في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا في أفعال الصحابة رضي الله عنهم بإقراره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. نعم شيخنا،
الأخ موسى من السعودية يقول يعتقد بعض الناس بحضور البركة عند حضور عالم أو داعية أو عابد أو مولود، فيقول مثلا زارتنا البركة أو البركة بوجودك أو شيء من هذا. هذه الكلمة يعني يقولها بعض الناس، مثل إذا لقي عالما أو زاره عالم أو يقول زارتنا البركة أو نحو هذه العبارات. واجتناب هذا اللفظ أولى، وإن كان المقصود به في الغالب مقصود صحيح. يقول زارتنا البركة لأنه العالم إذا زارك وجلست عنده ستسمع منه خيرا، تسمع منه علما، تسمع منه فائدة. وفي قوله تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال بعض أهل العلم لا يكون الإنسان، وأيضا وجعلني مباركا أينما كنت، قالوا لا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان يأتي إليه يفيد الناس. فالبركة في الفائدة، تعليم الناس العلم وتعليمهم الحق وبيان الدين لهم، عرض الآيات، هذا الذي تحصل به البركة. فالبركة بهذا. ومن يقول زارتنا البركة أي أن مجلسنا سيكون فيه ذكر وسيكون فيه علم وسيكون فيه مدارسة وفيه استدلال بالآيات وبالأحاديث، وهذه بركة ولا شك. بركة تحصل بمدارسة العلم وبلقاء العالم وبزيارة العالم، لا شك أن هذه بركة. وإذا كان هذا هو المقصود، والغالب أنه هو الذي يقصد، فهذا المعنى صحيح. نعم شيخ، إذن البركة فيما يقول لا في ذات الإنسان. البركة في العلم والهدى والحق والتعليم والتوجيه وتربية الناس على دين الله جل وعلا. نعم. طيب شيخ، معنا الأخ أبو جواد من السعودية. أبو جواد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، باختصارك الكريم تفضل. يا شيخ، بالنسبة لضابط الشرك الأصغر وضابط الشرك الأكبر، هل هو إذا كان يعتقد أن أي حاجة سبب هل هو شرك أصغر؟ وإذا اعتقد أنها ينفع يضر من دون الله هل يعتبر شرك أكبر؟ يعني أن أجعل ضابط إذا كان يعتقد بشيء سبب. وهل قول المشركين ما ندعوهم إلا ليقربونا الله زلفى، هل يعتقدون من سبب للتقريب لله أو أعطوهم من صفات الله أو قدرة الله؟ طيب يعني هل هو شرك أكبر أو أصغر بقولهم هذا؟ طيب شكرا لك أبو جواد، بارك الله. السلام عليكم. حياك الله. ذكرت يا أخي الكريم أبو جواد في درس ماضي أن الشرك الأكبر يختلف عن الشرك الأصغر في الحد والحكم، فحدهما مختلف وحكمهما أيضا مختلف، فرق بينهما في الحد والحكم. أما الحد فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن أعطى غير الله شيء من خصائص الله في ربوبيته أو شيء من خصائصه في أسمائه وصفاته أو شيء من خصائصه في ألوهيته فقد أشرك. ولهذا قال العلماء أن الشرك الأكبر ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار أقسام التوحيد 3، فكل قسم منها يضاده نوع من الشرك. فهناك شرك في الربوبية، وهناك شرك في الأسماء والصفات، وهناك شرك في الألوهية. فهذا من حيث الحد، حد الشرك الأكبر. والشرك الأصغر هو ما جاء تسميته في الشرع في النصوص شركا ولا يصل إلى هذا الحد، مثل الألفاظ التي تقع من الناس، يعني مثل سيأتي معنا أبواب كثيرة من هذا النوع. لولا البط لجاء النصوص، لولا قائد السفينة لغرقنا، وأيضا قول عبدي وأمتي، ومثل الحلف بغير الله ونحو ذلك. فهذه جاء تسميتها في الشرع شركا وتنديدا، ولكن لا تبلغ في أمرها حد الأكبر. فإذا اختلاف في الحد. أما الاختلاف في الحكم فالشرك الأكبر صاحبه يوم القيامة مخلد في نار جهنم، وصاحب الشرك الأكبر حكمه ليس كذلك. نعم شيخ، بارك الله فيكم شيخنا. أم البراء من الإمارات تقول: ما حكم المسح على الوجه بعد تلاوة آيات الله
ونقول أيضا ما حكم التبرك بالمصحف؟ بعضهم يضع في مكان أو يتبرك به نفسه، يمسح عليه أو شيء. المسح على الوجه، مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء، هذا ورد فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام لا تقوم به حجة، غير ثابت، فلا يفعل، يعني لا يمسح وجهه بعد الدعاء لعدم ثبوت الحديث. ومن قال بالمسح ربما أنه يرى أن الحديث ثابت، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ورد فيه المسح حديثين لا تقوم بهما حجة. وأيضا فيما يتعلق قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث ويمسح بهما وجهه. وهذا المسح فيه استشفاء بالقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، وفيه بركة في كلام الله، والله جعل فيه شفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء، وسورة الفاتحة تسمى الشافية، فيها شفاء، فكان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ثابت ويفعل. وفي لسؤالها بقية، ايش تقول؟ التبرك بالمصحف، يعني أي التبرك بالمصحف. التبرك بالمصحف ليس بمسح اليد على المصحف، ولا بمسح المصحف على الوجه أو نحو ذلك. التبرك به طلب البركة بقراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، بهذه الأمور الثلاثة، كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومر معنا النهي عن تعليق التميمة من القرآن، وأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والذي يريد البركة يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويعمل به حتى يكون من التالين له، لا أن يكون القرآن مجرد أشياء تعلق أو حروز توضع في أماكن أو نحو ذلك، وإنما بالتلاوة والتدبر والعمل بالقرآن الكريم. جميل. بارك الله فيكم شيخ عبد الرزاق، ونفع الله بكم بعلمكم الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم شيخنا في ختام هذه الحلقة، ونشكر الأحبة الذين تواصلوا معنا عبر موقع الأكاديمية، ونعتذر لهم عدم طرح الأسئلة لضيق الوقت، لكن بإذن الله سنعرضها على الشيخ، ويذكر الشيخ ما يهم الدرس في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ عبد الرزاق. أيها الأحبة المشاهدون، في ختام هذه الحلقة نشكر الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على تواصله معنا في هذا الدرس المبارك. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. كما نشكر الأحبة الذين حضروا الاستوديو وشاركوا معنا في إثراء هذه الحلقة. نذكركم بأن يوم السبت القادم هو آخر دروس الأكاديمية ما قبل الحج، وسنتواصل معكم بعد موسم الحج بإذن الله تعالى. نشكركم على تواصلكم واهتمامكم ببرنامجنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي بكم في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. الحمد لله